أنا مرة كنت راجعة من الجامعة ومتأخرة فطلبت أوبر. السواق كان شاب في آخر العشرينات تقريبا، طول الطريق محترم جدا، لا فتح كلام كتير ولا سأل أسئلة رخمة. ولما وصلني نزل من العربية وساعدني أشيل الشنط لحد باب العمارة. قبل ما أمشي قال لي لو في أي وقت ما لقيتيش عربية ابقي كلميني، ده رقمي. بصراحة استغربت جدا، وأول حاجة جت في دماغي إنه بيحاول يفتح كلام، فشكرته وخدت الورقة ومشيت. ولما رحت حكيت لماما قالت لي اقطعي الورقة وارميها وإياكي تكلميه، وفعلا عملت كده ونسيت الموضوع خالص. بعد حوالي سنة كنت في خطوبة بنت خالتي ولقيت شاب داخل يسلم على الناس، وحسيت إنه وشه مألوف. فضلت أفكر لحد ما افتكرت ده نفس سواق الأوبر. استغربت أكتر لما لقيت أهل العريس كلهم يعرفوه ويعاملونه كأنه واحد من العيلة. فسألت بنت خالتي هو قريبكم؟ قالت لي لأ، ده صاحب أخويا من زمان. وبعدين قالت لي وهي بتضحك تخيلي إنه عنده شركة صغيرة للنقل وبينزل يسوق أوبر بنفسه يومين في الأسبوع عشان يحب يفضل متابع الشغل بنفسه. وبعد شوية أخوها جه وقعد يحكي عنه وقال أجدع واحد عرفه. مرة عربيتي عطت بالليل، أول واحد جه وقف جنبي هو. ومرة واحدة جارته الكبيرة في السن تعبت، فضل يلف بيها على المستشفيات لحد ما لقى لها مكان. وقتها افتكرت الورقة اللي اداني إياها، فسألت أخو بنت خالتي هو كان بيدي رقمه للناس كده عادي؟ ضحك وقال خصوصا البنات أو كبار السن. كان دايما يقول لو حد اتزنق في وقت متأخر وما لقاش عربية يبقى معاه رقم حد مضمون. رجعت يومها وأنا بضحك على نفسي، لأني كنت مقتنعة من أول دقيقة إني فهمت قصده، وفي الآخر اكتشفت إني كنت ظلماه من غير ما أعرف عنه أي حاجة.